يسعد اوقاتكم جميعا مستمعين راديو صوت المغتربين العرب. بحييكم من لبنان، من بلدي الحبيب. كمان عدة مرات على مقابلات حصرية ومباشرة لراديو صوت المغتربين العرب. اليوم هنلقي نظرة على موضوع مهم جدا بالنسبة للشباب وللصبايا ولكل الناس. هو موضوع كثير يمكن بيهمنا، هو موضوع التجميل خاصة الشعر. كلنا بنعاني من هذا الموضوع، شباب وصبايا. في كثير من النساء حابة يهر شعرهم، والشباب حتى عندهم الصلع مبكر وعندهم أشياء مثل هيدي. هو الشعر ممكن أهم نقطة للإنسان، ممكن الواجهة تبعيته. ممكن هي تعطيه عمر 10 سنين زيادة، ممكن ننزله بعمره 10 سنين زيادة بالنسبة للشكل عم بحكي، مش أكثر. اليوم أكيد معنا دكتور خليل إجباعي، معنا دكتور إبراهيم أكيد ابن دكتور خليل، كمان دكتور إبراهيم إجباعي. مقابلة خاصة وحصرية لنا، هنحكي معهم بكل تفاصيل التجميل. يسعد أوقاتكم دكتور إبراهيم، دكتور خليل، يسعد مساكم. أول شيء بالنسبة لزراعة الشعر، يمكن عندكم حالات مثل مركز اللبناني. أكيد زراعة الشعر معتمد بلبنان، أكثر مركز ممكن عنده مصداقية بالنسبة لزراعة الشعر. الحالات اللي ممكن تشرحنا أول شيء على كيف بديتوا مشواركم بالنسبة لزراعة الشعر؟ تحية للمستمعين ولإلك، ومتشكرك على هالمقابلة اللي من خلالها رح نضوي على زرع الشعر، عن أسبابه ونتائجه وآثاره وكل ما يتعلق به. نحن بدأنا بزرع الشعر من سنة 1992، وبكل تواضع وبكل فخر منقول إن نحن أول مركز فتح بلبنان بهذا المجال، يعني مجال زرع الشعر، وبعدنا مستمرين والحمد لله. ما أعطيناه في هذا المجال هو بيشهد على عملنا، وما أخذ منا يشهد على أننا نحن ظلمنا في هذا المجال من الناس اللي أخذوا مننا بدون مقابل. نعم. هلا بنحس هون بالنقطة هيدي إنه ممكن كنتوا أول مركز بلبنان لزراعة الشعر، ولكن في مركز تاني منافسين، بنقول زملاء عمل. نحن من زرع الشعر في لبنان، وكل من زرع أو يزرع الآن الشعر في لبنان هو بشكل أو بآخر مشتق derivated from us، مشتق منا. نعم. طيب كيف كنت التطور تبع زراعة الشعر؟ يعني كلنا بنعرف انه كل الناس فاهمة ان زراعة الشعر عبارة عن قص من الخلف وحطهم قدام. طبعا يعني زرع الشعر خلال هال20 سنة او الاكثر اللي نحن مارسنا زرع الشعر فيها تقدم من مرحلة الى مرحلة بدون ذكر المراحل. بس انا بدي اقول انه تأسست جمعية كتير مهمة اللي هي International Society of Hair Restoration Surgery، أو الجمعية العالمية لزرع الشعر. هالجمعية يعني تقريبا كنت لفترة 4 سنوات لوراء أو 5 سنوات لوراء أنا العضو الوحيد فيها، ويرفع علم لبنان لوجودي بهالمؤسسة العالمية، مركزها أمريكا USA. طبعا تطور زرع الشعر خلال هالفترة من شيء يعني 4-5 سنوات أكثر شيء تطور، بس صار يزرع الشعر بطريقة FUE اللي هي Follicular Unit Extraction، يعني استخراج الغرسة أو الفوليكول لوحدة بآلة معينة وبدون جراحة حقيقية. طبعا هيدي جراحة، يعني تعتبر جراحة لأنه عمل طبي، بس مش جراحة يعني فيها قطب ووجع وكذا وهيك، جراحة بسيطة. نحن هلأ بنستعمل هيدي الطريقة، وبنستعمل الطريقة الثانية حسب الحالة اللي فيها المريض، والنتائج هي الصور اللي قبل وبعد كذا بتشهد على ذلك يعني. طيب
ممكن نحن نقول انه دائما في عنا كثير مستمعين بيبقوا متخوفين ممكن من زراعة الشعر، بيقولوا ممكن بعدين بيهروا الشعر ما تنجح العملية، ممكن يكون في اشياء كثيرة. بدي اقول انا اول شيء للمستمعين انه اكيد عملت عملية، يعني عملت عملية هون بالمركز عندك، يعني العملية كثير سهلة جد. يعني اكيد يكون بده اكرم زرع الشعر، لا ما تخافوا، اكيد يزرع الشعر مثل غيري طبيعي عشان ممكن اشياء تجميليه. رقم العمليه اكيد الدكتور ابراهيم معنا بالعمليه. انا عن جد كنت عمليه كثير سلسة، ما بتحسوكم انه كنت بجد انه عمليه جراحيه ولا شيء، لا ممكن الانسان يكون قاعد واعي معهم على صور العمليه، وكثير ممكن سهله وسلسه وما بتخليكم تحسوا اصلا باي شيء، يعني تحسوا حالكم انه قاعدين ممكن عم تشربوا فنجان قهوه تخلص العمليه تبعيتكم. طيب في حالات ممكن ما نجحت معكم دكتور خالد؟ يعني أنا بدي أحكي كلمتين وأعطي للدكتور إبراهيم يحكي. على الطبيب قبل نجاح أو عدم نجاح أو فشل العملية يختار الحالة. يعني إذا أنت مختار العوامل العملية منيحة 100% بدها تنجح. بدك تختار الفاكتورز، يعني الدونر اريا كيف، حالته الصحية كيف، وغير أشياء تكون موجودة عند المريض، فبتكون ساعتها العملية ناجحة 100%. هلا لا شك في هناك عوارض للعملية. هالعوارض هيدي إذا كانت مثل ما قلت لك العوامل البوزيتيف موجودة يعني تنتفي هذه العوارض. فلذلك أنا أطمن إنه يعني بديش أقول لك 100%، 99% من عملياتنا ناجحة، مش 99%، 100%. الحمد لله. وبعطي هلا الكلمة للدكتور إبراهيم. تسلم يا رب. دكتور إبراهيم أول شيء صار وقتك أكيد. صباحك على وسهلا. يسلمك يا رب. دكتور إبراهيم أكيد نحن عم كنا نحكي مع تجربة من الدكتور خليل. دكتور خليل أكيد بالنسبة للمخضرم أنت كمان دكتور ده صارك هو صار مثلي بالوقت، لأنه هو أخذ مني كل السنين اللي أنا اشتغلتها، لذلك بحسه مش ابن سنة أو سنتين، كأنه ابن 20 سنة بزرع الشعر. ما شاء الله عليه. هو مبين اكيد. انا دكتور ابراهيم يعني وقت شفنا عن جد بتحس انه انسان محبوب، ممكن بيعرف واحد من زمان. دكتور ابراهيم كبدايتك انت ابتديت زراعة الشعر؟ نحن ابتدينا زرع الشعر تقريبا اذا بدنا نقول نعطي مدة كنا بال 2011 انا ابتديت فعليا اشتغل بايدي بزرع الشعر، مع انه انا عندي فكرة طويلة عن هالمجال من لما فتت على الجامعة. كنت مع الوالد روح على جميع المؤتمرات العالمية، عملنا كذا وركشوب وكذا هاندز اون بكذا دولة بالعالم. بال 2011 بلشنا نشتغل، صرت اشتغل يعني حصريا بزرع الشعر، وتقريبا من سنتين انا بداوم فول تايم هون. طيب وقت كبداية ممكن تشرح للناس المستمعين بداية العملية وكيف التدريجات تبعيتها وقت الزرع، وشو العوامل حتى عند اي واحد ما بيحب يزرع الشعر، مثلا الامراض عنده مرض مثلا مستعصي ولا عنده اشياء من ما بيقدر يزرع شعر، والناس اكيد الباقي بس اي حدا اللي عنده امراض مثلا مرض كذا ولا كذا ما بيقدر يزرع شعر. هلا نحن خلينا نبلش فيهم مرحله مرحله، من لما يفوت البيشنت من باب الكلينيك للانترفيو اللي بنعمله لتحديد موعد العمليه للعمليه. اول شيء بفوت البيشنت بيستقبل من قبل السكرتير والممرضات، بنتعبى فايل يعني جنرال بينعطى للدكتور. الدكتور بس يطلع على هذا الفايل بيسأل عن الميديكال هيستوري او التاريخ الطبي تبع المريض، اي ادويه بياخذها، اي امراض، اي عمليات عاملها، وعلى ضوءها بيقرر هل بكفي ولا في مانع انه عن زرع الشعر او علاج الشعر، او حتى اذا عنده امراض مثل امراض الغده او اي امراض اخرى بتاثر
انه على هر الشعر، نحن بنحب انه نعالج السبب قبل ما نتجه لزرع الشعر. فاولا مثل ما قلنا نحن بعد ما ناخد هالميديكال هيستوري من البيشنت بنعمل رول اوت او بنشيل على جنب جميع العوامل اللي ممكن تاثر على زرع الشعر، على تساقط الشعر. بس نتاكد انه هيدا المريض هو كانديديت او مرشح جيد لزرع الشعر، بنباشر بالمرحله الثانيه اللي هي المعاينه بتعتمد على معاينه الراس والمنطقه المانحه او الدونر اريا. نطلع على الشعر الموجود بخلفية الرأس، هل هو شعر قوي، هل هو كثيف، هل هو بيصلح لعملية زرع الشعر. نطلع على المنطقة اللي بدها الزرع، هل هي فاضية بطريقة كفاية لنزرع فيها شعر أو هي ممكن تتحسن بس مع العلاج. من بعدها بنرسم الخط الأمامي للشعر وبنتفق مع البيشنت على الطريقة اللي بحابب فيها يزرع شعر والطريقة اللي بننصحه فيها، هل هي جراحية أم غير جراحية. احنا دايما عندنا رأي، بس رأي بأي طريقة هي الأفضل، بس أكيد البيشنت آخر شيء هو خياره هيدا. من بعدها نحن بنكون بنعمل أو إذا كان في ضرورة لفحوصات الدم نحن بنعمل فحص دم روتيني، والبيشنت يتحدد له يوم عملية ويجي يوم العملية بيجي بيشرفنا صباحا حوالي الساعة 9، بغير ثيابه بيتحضر للعملية. فرضنا هلأ نحن هنحكي عن الطريقة الغير جراحية لأنه هي عندها رواج أكبر هلأ. بينحلق الشعر من طال المنطقة الخلفية من الرأس. هي أفهم لا أفهم حديث دكتور، هي على الليزر عشان المستمعين يعرفوا إنه صحيح. لما نقول نحن طريقة مش جراحية، في كتير عالم they refer to it، يعني بيحكوا عنها أو بيسموها طريقة الليزر، وهي اسمها ال FUE يعني Follicular Unit Extraction، وهي غير جراحية وهي أفضل للمريض يعني اللي بده يزرع الشعر، لأنه ما فيها وجع وما فيها أي مضاعفات بعد العملية. هي بس اللي ممكن يشتكي منه البيشنت انه لازم يحلق شعره. صح. لازم يحلق شعره ليقوم بهالعملية. مراحل العملية اللي هي بدون جراحة بتبلش من انه نحلق الشعر ونرجع نبنجه للبيشنت ببنج موضعي. بعد البنج الموضعي بنباشر باستخراج الشعر من المنطقة الخلفية بدون جراحة بدون قطب. من بعد هاي المرحلة بكون نحن أخذنا الغرسات وجمعناهم على جنب لو وصلنا للعدد الكافي اللي بيحتاجه البيشنت. من بعد هالمرحلة بيتحضر نرسم الخط الأمامي وبنعمل بنج موضعي كامل للمنطقة الأمامية. هو المريض براحة تامة، بياخد غداء، في ياخد راحة، بس يكون ردي. نحن بنبلش بزرع الشعر، يعني نقل البصيلات اللي استخرجناهن إلى المنطقة اللي بدنا نزرعها. هيدي العملية بتاخد حوالي الساعتين. من بعد هو الساعتين نحن منجهز المريض بحوالي ربع ساعة ليكون المرحلة الثانية ليكون خلص. نحن زرعنا الشعر، خلطنا الشعر، بيكون بربع ساعة بعد ما خلصنا وضع الشعر بالمنطقة اللي لازم نزرعها، بيكون المريض جاهز ليروح على بيته بكل راحة وبدون أي ألم أو أي مضاعفات. طيب شو ممكن هلا بالنسبة للرجال والنساء نفس الشيء، ولا ممكن النساء تختلف عن الرجال العملية هيدا؟ هلا بالنسبة للنساء هذا سؤال كتير مهم. النساء تقريبا 30% من النساء عندهم حالة تساقط شعر، ممكن تكون خفيفة وممكن تكون كتير قوية لدرجة انه تبين جلدة الراس بطريقة كتير واضحة. اللي نحن ممكن لازم تنتبه له بزرع الشعر عند النساء او علاج الشعر عند النساء هو انك تنقي الحالة اللي بتنجح، لانه حوالي 50% من النساء اللي بيجوا ليتعاينوا لزرع الشعر هن منهم مرشحين لينعمل لهم عملية زرع الشعر. للأسف في كتير مراكز أو كتير عالم بيعملوا لهم زرع شعر لحالات ما لازم ينعمل زرع الشعر وما بتنجح العملية. فعند النساء خاصة لازم معاينة دقيقة لينعرف هل هالعملية حتنجح
ولا لا، لانه في كتير عوامل وكتير تاريخ طبي بده يتاخد بطريقه دقيقه لنعرف هل هالحاله بتنجح ولا لا. اذا كانت بتنجح طبعا هناك طريقتين بنعمله لزرع الشعر مثلهم مثل الرجال، بس اهم نقطه الفرق بين الرجال والنساء انه تنتقى الحاله المناسبه. طيب كمان النساء بده يحرقوا على السفر مثل الرجال. هلا في عند النساء نحن بنفضل نعمل العمليه الجراحيه، ما بيضطروا يحلقوا ولا شعره. اوكي، بينتاخذ الشعر من المنطقه الخلفيه وبيتسكر بطريقه تجميليه كمان من دون الم. وبعدين بتاخذ المرأة يعني بتاخذ فترة ساعة رياحة، بيكون حضرنا احنا الغرسات وقطعناهم لشعرة شعرة، بعدين بنحطه بالمنطقة المراد زرعها يعني. فاضي. طيب دكتور ابراهيم، بالنسبه للاسعار التكاليف، يعني مو حتى تقريب عشان العالم تعرف انه قديش ممكن تكاليف تكون بين وبين، يعني مش ضروري انه مثلا نعطيهم مثلا تقريبي. هلا التكاليف بتختلف بالعالم بين دولة دولة بشكل يعني كبير كتير. نحن بلبنان هلا بالمرحلة هاي عم نعمل أسعار كتير مناسبة للي حابين يزرعوا شعر. التكاليف بتعتمد على كذا عنصر. أول عنصر هو عدد الغرسات، تاني عنصر هو الطريقة المتبعة للزرع، ثالث عنصر صعوبة العملية. يعني في مرضى ممكن تقريبا تزرع لهم 2000 غرسة ب5 ساعات، وفي عالم ممكن تضطر تشتغل 9 ساعات لتزرع لهم 2000 غرسة. صح، فحسب صعوبة المريض ما فيك تعمل تشارج لحدا بياخد معك شغل 5 ساعات اللي بياخد 9 ساعات. صح. فنحن مبدئيا هلا عم ناخد حوالي $1 على الشعرة، حوالي $1 على الشعرة. اوكي، هيدا تقريبا الحد. اسعار مناسبه، بعتقد انه ممكن اي واحد بيقدر يعملها، انه في كثير عالم ممكن عم تحط ادويه، ممكن الشعرات المقويات والاشياء هيدا يطلع شعرهم ويتقوى شعرهم باكثر من المبلغ هذا بدون ما يحس. اكيد بتحطه مره واحده بحياتك. صح، بيرتاح، بياخذ نتيجه مضمونه. طيب هلا اذا حدا بده يحاول يتصل فيكم من خارج لبنان، من كل دول العالم، عنا المستمعين راديو صوت المطرب من كل دول العالم، ممكن تعطينا رقم تليفون؟ رقم تليفوننا هعطي رقم مع الكود كامل. اوكي، 00961 3 293 193. 00961 3 293 193. فين يتواصلوا معنا هذا الرقم على الواتساب، على الفايبر او اتصال عادي. اوكي، والعنوان هو، وعندنا الويب سايت كمان www.lhci.com. lhci.com. يعني هو العنوان الحالي. اوكي، بيروت. نحن موجودين ببيروت بلبنان، جاليريس، منطقة جاليري سمعان، قرب سنتر جالاكسي ومستشفى جبل لبنان. بشارع كميل شمعون. شارع كميل شمعون قرب مستشفى جبل لبنان، سنتر أنطوان غاريوس الطابق الرابع. دكتور إبراهيم، أنا بدي أشكرك، بس تحب توجه كلمة لكل المستمعين حابين ناس ممكن يستشيروك بالتليفون مثلا حالتهم ويجوا بعدين لعندك لهون، يعني ممكن يقدروا يستشيروك مثلا عبر الواتساب ولا عبر؟ نحن حاضرين لخدمة أي شخص بيحب يستشيرنا عبر الواتساب أو عبر الإيميل على الويب سايت www.lhci.com. نحن نطلب منه يبعث لنا صوره، صور الحالة مع ونسأله نحن عدة أسئلة عن تاريخه الطبي، وفي أكيد ياخد كل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت فيسبوك ولا واتساب ولا فايبر أو عبر الويب سايت. نحن ساعتها بنقدم له سعر تقريبي وحتى واحتمال العملية إذا ممكن أو مش ممكن، أو إذا كان بحاجة لعلاج. يعني نحن بخدمة المستمعين أكيد. أوكي، أنا كمان بنصح الكل، يعني أنا مش عم بعمل دعاية، أنا أكيد أنا خطة التجربة هيدي، شجعوا، اعملوا عمليات، ما مشكلة، مش غلط، يعني الإنسان يجرب شيء بحياته، يعني بس تجربة أكيد حتكون حلوة. أستاذ أكرم، أنت بجيت لعنا إذا بتتذكر
حكينا بالتفاصيل بالعمليه وكنت خايفان مثلك مثل صح. اي حدا. بس بتصور بعد ما حكينا وبعد ما شرحت لك بالتفصيل عن العمليه يعني ما بدي اسميها عمليه، اتس بروسيجر صح، بالانجليزي، بس إيه. ما لها كلمه تانية، يعني هو عمل طبي منا عمل طبي، عمليه. صح. بعد ما اخذت هذا العمل الطبي بتصور انه حسيت براحه انا كثير وما مرتاح على فكره، وهلا كل اصحابي لما بيشوفوني هيك يعني بعدين بيشوفوا شكلي بعد فتره 3 اشهر، بعطيكم شكلي كيف صار. بس انا في عندي سؤال. ايه، في سؤال بس واحد، ممكن اذا واحد بعد صورته بعد لكم صورته ممكن تشخصوا له كيف يصير بعدين؟ كمان هيدا اكيد ممكن، بس انه بده يطلب هالشيء يطلب هالشيء اكيد عبر الايميل عبر الواتساب، وبيعطينا عده ايام ونكون نرد له. طيب دكتور ابراهيم، انا بدي اول شيء اشكركم من كل قلبي على كل شيء، على العمليه اللي عملتوا لي اياها لإلي. ما شاء الله ايام هي بتفرجي النتائج، بفرجيكم النتائج اكيد مع صوري بعدين. بدي اشكركم اكيد كنا مع المختصين دكتور خليل ودكتور ابراهيم. فركز اللبناني لزراعة الشعر والتجميل، واكيد بيعمل تجميل. انا حكيت اليوم بس اختصاصا بزراعة الشعر، بس بعدين في عندهم تجميل ثانية، بس نحن حاولنا بس نضوي الضوء على زراعة الشعر حول هذا الموضوع. بدي لكم كل مستمعينا شكرا لكم، وبلاقيكم عن قريب باذن الله بموضوع ثاني. خليكم يا رب. اوكي، بالنسبه للتليفون، اول شيء بيروت لبنان بلوفار، بلوفار لهيدا المدينة الثاني، هيدا بيروت لبنان، شركة بلوفار كميل شمعون بعتقد. بولفار كميل شمعون، جاريو سنتر طابق الرابع. رقم التليفون 00961 293 193. ممكن تبعتوا لهم على الواتساب ولا على الفايبر ولا اي شيء على هيدا، وتواصلوا معهم، وهنا اكيد ما حيقصروا معكم. لكن شكرا كثير، شكرا دكتور ابراهيم. اهلا وسهلا فيك. خليك يا رب حبيب قلبي.